فلتر التكييف وفلتر الهواء يتغير كل 10000 مش 20000. البوجيهات تتغير كل 20000 كيلو بالكتير عشان البنزين وحش. سير الكاتينا 120000 كيلو كتير عليه، يغيروا كل 50000. كل الكلام اللي انا قلته لك ده هري، واي حد يقول لك غير القطعه قبل ميعادها ما تسمعش كلام. اللي يقول لك غير الزيت قبل ال 10000، واللي يقول لك غير فلتر التكييف كل 10000 كيلو، والبوجيهات كل 20000. انا ما بقتنعش غير بحاجه واحده، الصانع بتاع العربيه بيقول ايه والتوكيل بتاعها بيقول ايه. وانا هنا بتكلم عن قطع الغيار الاصليه والافتر ماركت اللي من شركات محترمه. طب البنزين عندنا وحش والجو تراب والدنيا حر، هقول لك انا عارف. انت متخيل الصانع بتاع العربيه هتخش عليه حاجه زي دي؟ خليني ادي لك مثال. جدول الصيانات بتاع عربيتي اللي الصانع بتاعها منزله كاتب فيه ان البوجيهات تتغير كل 60000 كيلو، وجه في الصفحه اللي بعدها قال لك ما عدا الدول دي، وراح راصص لسته من الدول اللي عندهم نسب رصاص في البنزين واللي الجو عندهم تراب وحر زي الدول دي تتغير كل 30000 كيلو مش 60000 كيلو. يعني هو قلل لك العمر بتاعها للنص عشان يضمن انها تشتغل باعلى كفاءه طول ما هي راكبه. تقوم انت جاي تسمع كلام واحد يقول لك غيرها كل 20000 او كل 15000 كيلو. هو انت بتلاقي فلوسك في الارض؟ عرفت هو ليه بيقول لك غيرها كل 15 او كل 20000 مش 30000 كيلو ليه؟ عشان تروح له كل 20000 تاخد طقم بوجيهات. طبعا انا عارف ان الكلام ده هيزعل مني ناس كتير، بس هي دي الحقيقه والله. العربيات في اوروبا في منها كتير بتمشي على صيانات طويله الامد، يعني بيغير نفس الزيت اللي انت بتحطه للموتور كل 30000 كيلو. وهنا انا بتكلم عن الزيوت المستورده طبعا، بس انت عشان الدنيا عندك حر وماشي في زحمه ومشغل التكييف طول الوقت مش زيه اكيد. الصانع بتاع العربيه بيقول لك لا يا معلم، الصيانات دي ما تنفعش عندك، انت تعمل صيانه كل 10000 كيلو. هو نفس الزيت اللي بيشتغل عنده 30000. تقوم انت جاي ومنزل الزيت على 7000 او 8000 عشان احنا في الصيف. انا بصراحه زمان كنت بتخدع بالكلام ده وكنت بنزل الزيت بدري عن ميعاد، بس بعد ما عرفت اللي فيها بقيت اسيب الزيت يكمل ال 10000 كيلو بتوعه عادي جدا، وساعات بعديهم ل 11 و12000 كيلو. بس لازم ساعتها اكون مراقب مستوى الزيت ومراقب حالته، لو لقيته نقص او اسود بشكل زياده لازم اغيره. وكده كده لما بوصل للاخر وابقى خلاص داخل على ال 10000 كيلو بحاول على قد ما اقدر ما اقرصش على العربيه تماما. انا مش بقول لك سيب قطع الغيار في العربيه لحد ما تتحلل، لا، انا بس بقول لك غيرها عادي بس في ميعادها مش قبل ميعادها. الا لو انت مش فارق معاك الفلوس فغير يا باشا، ان شاء الله تبيع عربيتك بعد 10000 كيلو، انت حر.